عارف اللحظة اللي تحس فيها إنك مش قادر تكمل، إنك تعبت من المحاولة، وإنك كل ما تقرب من هدفك تلاقي الدنيا بتشدك لورا؟ اللحظة دي هي اللي بتحدد مستقبلك. إما تستسلم وتفضل في نفس مكانك، أو تقاوم وتكمل مهما كان الطريق صعب. الحياة عمرها ما كانت سهلة، ومفيش نجاح من غير تعب. كل حد ناجح شاف الفشل قبل كده، شاف الإحباط، حس بالتعب، بس رفض يوقف، رفض يستسلم، رفض يكون واحد من اللي قالوا مش قادر. اسأل نفسك، انت مين؟ هل انت من اللي بيتخلوا عن أحلامهم عند أول عقبة، ولا من اللي بيحاربوا وبيقوموا وبيكملوا مهما حصل؟ الفرق بين الناجح والفاشل مش الذكاء، مش الحظ. الفرق الوحيد هو الإرادة، إنك كل مرة تقع تقوم تاني، وإنك كل ما تحس بالفشل تقاوم أكتر. الفرصة مش هتجيلك لحد عندك، الفرصة بتتخلق لما تقرر إنك مش هتوقف. فكر في اليوم اللي هتوصل فيه، اليوم اللي هتحقق فيه حلمك، اليوم اللي هتثبت فيه لنفسك والكل اللي شك فيك إنك قدها. لكن ده مش هيحصل لو استسلمت. كمل، لأنه في الآخر اللي بيفضل واقف هو اللي بيفوز. وفي ختام الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك، دعمك يهمنا.